كل واحد فينا عنده قائمة طويلة بالحاجات اللي مأجلها، وكلنا مستنيين حاجة تخلينا نبدأ، حاجة سحرية كده تاخدنا من ايدنا وتخلينا نعمل الحاجات دي. يا ريت كان يبقى فيه حاجة كده فعلا، بس خد المفاجأة دي، انت على وشك انك تبدأ تنتظم في الحاجات دي كلها دلوقتي حالا. ناس كتير قوي عايزين يبدأوا يعملوا رياضة ويهتموا بصحتهم، وكل شوية يقولوا هنبدأ من أول الشهر الجاي. بقالهم 112 شهر بيقولوا نفس الكلام ومش بيبدأوا. لينا أصدقاء كتير بيقولوا لنا احنا بنتحمس جدا لما نشوف فيديوهاتكم وبنبقى عايزين نذاكر، بس اليوم بيخلص من غير ما نعمل جدول ولا حتى نفتح كتاب. على المستوى الشخصي نعرف ناس كل يوم بيقولوا من بكرة هنبدأ نصلي، يجي بكرة ويقولوا بصوا من يوم الجمعة بقى هننتظم خلاص، وتستمر دايرة الأعذار إلى ما لا نهاية. الحاجة المشتركة في كل الناس دي واللي منهم احنا كمان هي اننا مستنيين الحدث اللي يحصل ويخلينا نتغير ونبدأ في كل الحاجات اللي مأجلينها دي، رغم ان الموضوع كله معتمد على قرار وعزيمة قوية مننا مش اكتر. في فرجة احنا قررنا ننول الشرف، ويبقى الفيديو ده هو الحدث اللي انت مستنيه علشان تتغير، مش الفيديو اللي هيخليك تتغير، لا انت اللي هتاخد القرار انك تتغير دلوقتي حالا. افتكر الحاجات اللي انت مأجلها كلها واكتبها بشكل بسيط ومن غير تعقيد. هنتظم في الصلاة، هنظم اكلي، هقرا الكتاب اللي راكنه على الرف من السنة اللي فاتت. تمام خلصت؟ اتفضل بقى وعدني ووعد نفسك انك هتدخل تنام النهارده وهتصحى من النوم انسان جديد خالص، انسان عايز يبقى احسن من اللي كان قبله، وهيعمل المستحيل عشان يحقق ده. قبل ما نسيبك تجهز حياتك كإنسان جديد، خلينا نقولك حاجة مهمة. أغلب الناس مش بينجحوا إنهم يتغيروا من أول يوم. المطلوب منك واللي أنت وعدتنا بيه هو إنك هتحاول وتستمر في المحاولة لحد ما تخلي الحاجات دي عادات وروتين في يومك. إدراكك القوي للحقيقة دي هيجنبك أي إحباط لو فشلت في أول كام يوم كده. ما تنساش تخلي الإنسان الجديد بتاعك يعمل لنا لايك على فيسبوك وسبسكرايب على يوتيوب. أشوفكم الفيديو الجاي.